السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. ازيكم حبايب قلبي؟ عاملين ايه؟ يا رب تكونوا بخير. وحشتوني كتير 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 كتير. شايفين الحلاوة؟ شايفين الجمال؟ ايه رأيكم؟ احلى حواوشي طبعا. ودي بشهادتكم اكيد. عاملين ايه؟ وحشتوني كتير والله. ربنا اللي يعلم انا بغيب عنكم، بس بيبقى غصب عني ومش عايزه اقول لكم ان انا ببقى متدمره في الشتاء اصلا. المهم، هنا بقى حبايبي جبنا نص كيلو من اللحمة، ايا كان، جملي جاموسي، اللي رايحك هاتيه. تمام. ومحطوط عليها دوش. تمام. وهنا بصلتين او 3 بصلات. كل ما تكتر البصل حلو على فكرة، فيه بيخليه طعمه تحفة. 3 بصلات دول بصراحة، بس وسط مش كبار. وحاطة معاهم قرن فلفل سبايسي، قرن فلفل سبايسي وشوية فلفل اسود وشوية ملح. تمام. وضربتهم في الخلاط بأقل من ربع كوباية مية. ليه بقى حطيت مية؟ عشان انا عايزة افرمهم فرم ناعم جدا، والمية هي اللي هتسهل معاكي عملية الفرم بتاعهم. تمام. صفيناهم كويس جدا من اي سوائل فيهم، ونزلنا بالتفل ده على ايه؟ على اللحمة بتاعتنا. ننزل بشوية من الكاري، بحبة من الكاري، ربع معلقة كده. شوية من البصل البودر، شوية من الباربيكيا، باربيكيو، ربع ربع من كل حاجة. بهارات لحمة. تمام كده حبايبي. شوية من الفلفل الأسود. احنا حطينا مع البصل فلفل أسود وهو بيتفرم في الخلاط، بس حطينا، هنحط تاني. تمام. حاجات بسيطة كده، نسب بسيطة، ما تكتريش وتقفري في البهارات بتاعتك، لأن الحواوشي المصري الأصيل ما بيحبش البهارات الكتير بجد. حاجة بسيطة كده. يا دوب بس نطعم اللحمة بتاعتنا. تمام. طعم احلى حاجه البساطه، ان يكون انسان يعني في حياته اصلا البساطه في كل حاجه. تمام حبايبي كده، لحد كده فاهمين يعني؟ يبقى دي نص كيلو لحمه عليها 3 بصلات. قبل ما انتهوا، بس عشان ما تتوهوش مني، دي حته من اللي هي كانت سايحه معايا، حطيت عليها حبه زيت كده وسيحتها، وبعد ما جمدت معايا كده زي السمنه رحت نازله بيها برضك. بصراحه الحواوشي بتاعي كان في حته تانية بجد. انا اكيد زي ما معوداكم، انا مش هطلع اقول اي وصفه الا لما اكون مجرباها مره واتنين وتلاته، متاكده من الوصفه بتاعتي كويس جدا. عفوا. ونحط طبعا الملح بتاعنا. اظبطي الملح بتاعك على حسب ما انت عايزه. يبقى نقول المكونات تاني، نسمي الله كده ونقول المكونات تاني بالراحه. نص كيلو من اللحمه، 3 بصلات متوسطين، مع قرن فلفل سبايسي، مع شويه ملح في الكبه وفلفل اسود، ونضربهم كويس. نسيبهم يصفوا على جنب. لو مش مستعجله تسيبيهم يصفوا، لو مستعجله عصريهم وصفيهم وتنزلي بيهم على اللحمه بتاعتك. اللي ننزل بالبهارات بتاعتنا بقى، ونظبط ملحنا. ده العيش البلدي العادي، اللي هو بتاع الافران العادي. تمام. حابه بقى تعملي الخلطه دي، تعمليها في العجين تعملي عجينه وتعمليها في العجين ماشي، بس انا حبيت اعملها في العيش. شايفين بقى؟ نفتح الرغيف كده كويس، ونمسك الرغيف. نظبط يعني، سوري معلش ثواني. نظبط الكمية بتاعتنا عشان ما تبقاش رغيف فيه كمية كويسة ورغيف لا فاضي، لا. نظبط الكمية بتاعتنا كلها، نكورها كده، وتفردي بطراطيف صوابعك كده، تفردي اللحمة كويس، توزعيها كويس جدا في الرغيف بتاعك. ايوه كده. طبعا انا مش عارفة اتعامل صراحة بالجوانتي ده، بالجلافز، مش عارفة خالص. بس اهو يلا، كده كده انت بتعملي لبيتك وحاجتك ومفيش اي مشكلة يعني. والرخامة بتاعتك طبعا نضيفة، ودنيتك حواليك نضيفة. تمام كده، زي ما انتوا شايفين كده.
عفوا. وزعت اللحمة كويس قوي في الرغيف. عمل معايا حوالي 8 رغيفة حلوين متوسطين صراحة. كان جميل جدا وانضف من بره. وانت ضامنه انت حاطه ايه في حاجتك. ده ابني ربنا يخليهولي يا رب، ويخلي اولادكم جميعا اللهم امين. المهم الصاج بتاع الفرن كده نزلت فيه بحبه من الزيت، شويه من الزيت حلوين كده، اقل من مثلا ربع كوبايه، اقل كمان. و... وندهن بقى نوزع الزيت كله على الصاج، وننزل بوريكم من رغيفنا ان مليان كويس. آه نوزع بقى الزيت كله على الصاج كده، وننزل بالعيش بتاعنا بالحواوشي بتاعنا، وبعد كده نحط على وش بردك الحواوشي حاجة بسيطة من الزيت، دهنة بسيطة كده. تمام. تمام حبايبي. ولو وصلتوا معايا الفيديو لحد هنا اوعوا تنسوا تحطوا اللايك. تمام حبايب قلبي. بسيط جدا وسهل. انا كنت محتارة اعمل غدا ايه، فقلت بقى ايه، قومي بقى اعملي حبة حواوشي كده، شوية حواوشي مش هياخدوا اي وقت في ايدك، وشوية سلطة جنبهم وحبة بطاطس حلوة قوي على كده. بألف هنا يا رب. شايفين الحلاوة. هنا بقى كنت بقلبه في الفرن، ده عمل معايا مسكت معايا. هنولع بقى فحمة زي ما انتوا شايفين كده في طبق الصغير، ونروح ايه نقطة الزيت عليها، ونروح كاتمين. عايزة اخد البخار اللي بيطلع، النكهة كلها بتاعت الفحم. اكن بص الحواوشي بالظبط انا كنت باكل كفتة، كنت باكل بجد كفتة وحياة ربنا، طعم خرافة. كفتة على فراخ مشوية، طعم كده، نكهة الحواوشي مع شارب من نكهة الفحم، حاجة جميلة. بألف هنا يا رب. اوعوا تنسوا تحطوا لايك، واشوفكم ان شاء الله في فيديو جديد، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. مع ألف سلامة. باي باي.